السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم بريس أراب. إليكم عنوان هذا الفيديو: معطيات جديدة حول النازلة دنيا بطمة داخل سجن الوداية بمراكش. لنشاهد التفاصيل كاملة. تقضي المغنية المغربية دنيا بطمة أسبوع الثاني في سجن الوداية بمراكش، حيث جرى تنقيلها إليه مطلع شهر فبراير بعد إيقافها يوم الأربعاء 31 يناير 2024 بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما توصلت به جريدة لو 360 من معلومات، فإن دنيا بطمة تحمل رقم 61 في المركب السجني الوداية الذي يبعد بحوالي 25 كيلومترا من المدينة الحمراء في اتجاه الجنوب. وتقع المؤسسة السجنية حيث تقضي دنيا بطمة عقوبتها الشمسية بضواحي مدينة مراكش، وتتسع طاقتها الاستيعابية لإيواء 1600 سجين وسجين، غير أنه جرى تجاوز ذلك على غرار مجموعة من السجون التي تعاني من الاكتظاظ، إذ يبلغ عدد النزلاء حاليا 2100 من بينهم 61 امرأة. وحسب مصادرنا فإنه يسري على دنيا ما يسري على باقي السجناء ذكورا وإناثا، كما أنها تستفيد من الزيارة يوم الجمعة، وهو اليوم الذي يخصص للزيارة العائلية بالنسبة للسجينات. وكانت عناصر من الشرطة القضائية أوقفت دنيا بطمة بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء تنفيذا للعقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها على خلفية قضية حمزة منبيبي. وجرت عملية الاعتقال من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي انتقلت إلى العاصمة الاقتصادية بتنسيق مع الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بهذه المدينة لتنفيذ أمر الإيقاف الصادر عن رئاسة النيابة العامة.